جن خلف وعده معي، ولما رجعت الشقة لقيت الجثة لسه هناك. دي كلمات نجاة نور الدين، الست صاحبة الجريمة اللي هزت مصر في السبعينات. جريمة غريبة باعتراف أغرب. هي دي قصتنا النهاردة. أكتوبر سنة 1976، نجاة قتلت صاحبتها سامية في شقتها في المنطقة، وراحت على جسم المعادي بلغت على نفسها واعترفت إن هي اللي قتلت. لما سألوها قالوا لها عملت كده ليه؟ قالت أنا ماليش دعوة، هم الجن هم اللي طلبوا مني أعمل كده علشان خاطر ياخدوها معاهم في العالم الآخر. خدوا بكلامها وراحوا معاها في الشقة اللي في المعادي، ولقوا جثة سامية صاحبتها هناك. ساعتها الكل استغرب، ايه اللي يخلي واحدة تقتل صاحبتها؟ وايه السبب الغريب ده اصلا؟ سألوا كل الناس حتى جوزها، فجوزها قال ان فعلا تصرفاتها كانت غريبة، بس قال يمكن علشان خاطر موضوع الحمل ما يعرفوش ان الموضوع اكبر من كده بكتير. ولما رجعوا تاني سألوا نجاة، قالت ان في واحدة اسمها الحجة ضمن الجن هي اللي كانوا بتأمرها انها تعمل الحاجات دي. قالت لها انها هي كانت عاوزة صاحبتها سامية دي معاها في العالم، بس ما تعرفش ايه اللي خلاهم يرجعوها تاني ويخلفوا وعدهم معاها. كمان نجاة قالت ان الحجة كانت بتبعت لها عربية فخمة جدا كانت بتاخدها على فيلتها وتقابل بنتها اللي خلفتها من الجن. ومحدش عمره شاف الحجة دي ولا حتى شاف السواق لان العربية كانت مطفية. وسؤال الناس أكدوا فعلا إن كانت في عربية فخمة بتجيلهم، ولما بيسألوها وجوزها نفسه لما بيسألها ما بتردش عليه. بعد الكشف عليها قررت المحكمة إنها تحيلها لمستشفى الأمراض العقلية، وتحجزت نجاة عنبر 67 في مستشفى الأمراض العقلية. الموضوع ما وقفش عند هنا، ده بالعكس، إنهم مرة دخلوا عليها الأوضة اللي هي الوحيدة اللي موجودة فيها ولقوها اختفت. بسؤال من الناس اللي في المستشفى محدش عارف نجاة فين. والمسؤولين على حالتها قالوا إن مفيش حد كان بيزورها غير واحد بس جه ساب لها 500 جنيه. وسؤال مدير المستشفى قرر إن نجاة دي كانت ذكية، هي واعية تعمل إيه بالظبط. فضلوا مراقبين بيتها وأهلها، برضه نجاة ما ظهرتش. يا ترى الجن هو اللي ورا الجريمة دي ولا فعلا في عصابة هي اللي كانت بتخطط واستغلت مرض نجاة علشان ينفذوا جريمة؟